زي ما اتعودنا مع حضراتكم بيبقى فيه مجموعة من التقارير من المحافظات. والنهارده تقرير من البوابة الغربية لجمهورية مصر العربية. هيكون طبعا بصحبة الزميلة عزة عبد العزيز. هنتعرف على هذا التقرير ونعود مرة تانية نستعرض مع حضراتكم ما لدينا من تقارير. الصلح خير. هذا كان شعار عواقل القبائل العربية بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، حيث تمكنت رموز القبائل من إصلاح ذات البين وردء الصدع بين قبيلتي العقاري من قبائل أولاد خروف وقبيلة الأفراد من قبائل سنجر. وعلى الرغم من أن الخلاف كان مشكلة مدنية إلا أنها تحولت إلى صدام، وعلى أثر ذلك تدخلت قبائل الاجماعات وقاموا بإصلاح ذات البين، وفي النهاية احتكم الطرفين إلى صوت العقل، وقامت قبيلة الأفراد بصلح قبيلة العقاري وتسامح أبناء العقاري. الصلح خير. شكرا للزميل هشام العقاري. واحنا لما قلنا مطروح، هي طبعا العلمين ومطروح كلها منطقه واحده وكلها البوابه الغربيه، لكن انا عايز اقول بسرعه كده ان هذه المجالس العرفيه بتحسم وتحل كثير من المشاكل على ارض الواقع، بس مش اي مجالس. المجالس العرفيه اللي ليها مواصفات زي اللي شفناها مع حضراتكم، واللي فيها كبار العائلات ورموز العواقل، هي دي الحقيقية. إنما فيه بعض المجالس العرفية بتتباع زي ماتشات الكورة، وأصبح ليها النهاردة سعر، وأصبح النهاردة المحكم العرفي البعض، وأنا أقصد ما أقول البعض للأسف الشديد بيحصل على مقابل التحكيم، وهذه طامة كبرى، لأن المفترض أن هؤلاء هم من علية القوم، هم لديهم الملاءة المالية، هم لديهم القدرة على التحكيم بين الناس والحكم بالعدل بين الناس. كل هذه الحكم العرفي أو القاضي العرفي هو له مواصفات. هنتكلم في الفترات القادمة بإذن الله عن هذا الموضوع، لأنه شاع وانتشر وأصبح النهاردة فيه تجارة باسم المجالس العرفية.